الذي قررها شرع الله عز وجل بقوله بنص صريح إنما المؤمنون إخوة. فعندما يتنازع المسلمون فيما بينهم، وعندما تزداد العداوة والبغضاء بين المسلمين فلا استقرار ولا نصر. وحدث عن النكبات وعن الخزي وعن الهان وعن الذل والهوان الذي يصيب المسلمين عندما يتنكبون الطريق بسبب إلقاء العداوة والبغضاء فيما بينهم. إن الله عز وجل جعل عقاب العداوة والبغضاء جزاء من الله عز وجل ونكالا من الله عز وجل لأهل الكتاب عندما نقضوا شرعه، عندما جعلوا كلام الله عز وجل وراء ظهورهم. قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا عليهم العهود والمواثيق أن يعملوا بشرع الله. فماذا كانت النتيجة؟ فنسوا حظا مما ذكروا به، فترتب على ذلك فأغرينا فأباء التعبير. لا محاباة لأحد من الناس، من يعمل بشرع الله يلقى الثواب والجزاء، ومن يتنكب الطريق ومن يجعل كلام الله عز وجل وراء ظهره فليذق عقاب الله عز وجل له. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ثم زالوا على ذلك حتى يأتي الله عز وجل بيوم القيامة. المؤمنون ليسوا بأحسن حالا من هؤلاء، فإن من عمل بشرع الله لقي جزاءه وثوابه من عند الله. لسنا أفضل من أحد. إن هذا كلام الله عز وجل لنا خطاب لأهل الكتاب، ولكنه قرآننا، وهذا ديننا الذي يخبرنا بحال أهل الكتاب. لا تظن أن هذا الخبر خبر تسلية وإذهاب للحزن عما أصابكم، إنما هو خبر لتعلموا أن هذا كلام الله عز وجل لابد أن يعمل به. تتنكبون الطريق، تجعلون شرع الله عز وجل وراء ظهوركم، تأتي العداوة والبغضاء عقابا من الله عز وجل للذين يجعلون كلام الله عز وجل